السلام عليكم. وش سالفة عروض العسل المنتشرة كثير؟ السالفة انك تطلع لك سجل تجاري، بعدين تدخل موقع علي بابا وتكتب عسل السدر، يطلع لك التوانك هذه والجراكل، سعر الكيلو $3 تقريبا. كم تبي 10,000 كيلو، يعطونك 10,000 كيلو، ما عندهم مشكلة. بعد الطلب ما يحطون لك في قزاز ويكتبون عليه بلد المنشأ ولا شيء، يحطون لك إياه في هذه البراميل ويرسلونها لك. بعدين إذا دخل السعودية ومع شهادة الفحص، نادي صغار التجار وتناديهم، يلا كل واحد ياخذ طن، طنين، 3، كل واحد حسب مقدرته. بعدين يجي التاجر الصغير يشتري الجراكل هذه الغير مخصصة أصلا لحفظ الأغذية والعسل. بعدين يجي هذا التاجر ويصمم له تصميم ويحط عليه كشمير، صدر كشميري، صدر بنجابي، ويحط اللي يبيه، ما حد يسأله ومن وين مصدر العسل، ويسمي مؤسسته بأسماء رنانة توهم أن هذا العسل بري، أو هذا العسل من جبال، أو عسل من غابات، ولازم يقول هذا من مصادرنا الخاصة، ولا يكتب بلد المنشأ، ولا يكتب تاريخ انتهاء والإنتاج، ولا يكتب أرقام التواصل، ولا يحط أي شيء معلومات عنه ولا عن منتجه. بعدين يجيب له واحد ملتزم مع احترام الملتزمين ويقسم أيمان أن هذا عسل طبيعي، ويغلق جميع التعليقات الموجودة في إعلاناته، وتدخل موقعه تلقى كلهم مدح في مدح، ما أدري من اللي يمدح هذا. الكيلو طالع عليه ب10 ريال تقريبا، وهو يعطيك كيلوين مجانا وتحسب انك انت ربحان. حنا المسلمين لا نعتقد ان العسل فقط مادة غذائية، لا، بل نعتقد انها مادة علاجية، ولذلك لازم نشتريها من مصدر ثقة. وكل ما كان العسل من بيئك ومنطقتك كل ما كان أفضل لك علاجيا. ولا زلنا نطالب بعدم دخول كميات العسل الكبيرة هذه عن طريق البراميل، نبغى يعبى في بلد المنشأ ويضع عليه لزقة صنع في الصين. عام 2022 دخل من الصين 3.5 مليون كيلو عسل، والمشكلة عدم وجود كلمة عسل صيني في السوق، ما بعد لقينا في محلات السوبر ماركت أو أي أحد يبيع مكتوب عليه عسل صيني. احنا ما نشكك في جميع العسل اللي تجي من الخارج، في ناس يجيبون عسل طيب، لكن من معقولة في دول ترسل عسل لنا أكثر من إنتاجها هي. دول إنتاجها مثلا 10,000 طن عسل تلقاها من شاحنة أكثر من 20,000 طن عسل.